مصريين وعرب كتير في امريكا، وكتير منهم ربنا فتح عليه وفتح مشاريع، ولكن صراحه انا لحد وقت ما شفتش حد منهم بعقليه الراجل صاحب القهوه دي. القهوه دي نقدر نقول انها اشهر قهوه في العالم دلوقتي، هي قهوه فرشه في شرم الشيخ. ورغم ان موقع القهوه على الشط الا ان الحته دي جبليه شويه منظرها مبهدل، فالراجل قال لك بدل ما نسوي الارض ونتعب نفسنا ونصرف نشتغل على الارض زي ما هي، وصمم القهوه بتاعته على الشكل المحاضر اللي انتوا شايفينه ده. الزبون عايز يغير ترابيزه يقعد عليها وحد يسرفس عليه، وما بين الترابيزات وفي المنحدر الجبل الغريب ده ابتدى يحط اشكال من التراث بتاعنا. ايوه، شرم الشيخ انضف حته في مصر، والسياح اللي جايين لك دول جايين لك من كل انحاء العالم، واغلبهم من دول متقدمه ونظيفه. العقليه المتحجره يقول لك ليه احط له باب عشه، ليه احط له كليم من المعفن ده اللي كان جدتك وجدتي بيفرشوه في البيت. ولكن العقليه اللي فاهمه وواعيه السايح ده جاي ليه هيفهم انه لازم يحط للسايح ده حياه من التراث. حرفيا لو ركزت في الصور هي شويه كراكيب. عارف انت الراجل بتاع روبابيكيا اللي بيعدي وبيزعجك بصوته ده وماشي يقول لك بيكي يا بيكي يا بيكي؟ الحياه اللي حاططها الراجل صاحب القهوه دي تقريبا جايبها من عربيه الروبابيكيا دي، مع شويه اضاءه لطيفه كده ظريفه. اتعملت قهوه فرشه او مطعم فرشه ولا هو تيفر هو ايه، وبدل ما يصرف فلوس على دعايه يجي الزبون بيعمل له دعايه ببلاش. الزبون يروح ياخد لقطه في النهار ولقطه زيها تاني في الليل، يضيف اللقطتين على بعض وينزلهم على صفحات السوشيال ميديا بتاعته. وبكده يا اصدقائي فرشه بقت من اشهر الاماكن في العالم. النجاح فن مش عن تقعدوا بالعافيه. سلام.